لقيت في آية بتقول توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. قريت قصة كده في المخطوطات بتاعة الدير، دير أمبونتونس عندنا. المخطوطة بتتكلم عن قديسين كتير، بس في واحدة فيهم شدتني جدا، وهي قصة القديس موسى السايح، أو الأنبا موسى سايح. وأنا كتبت القصة دي وطبعتها ساعتها من حوالي 30 سنة كده ولا 40 سنة. القصة دي كانت جميلة جدا، مش عشان حاجة، علشان قد إيه ربنا عارف نقاوة القلب وعارف البساطة، ومهما الواحد غلط ربنا ممكن يسامحه تاني. القديس ده كان سايح، يعني هو كان اتربى في تربية حلوة جدا، ونشأ جوه يعني أهل حلوين خالص ربوه، وكان بيدي الفقراء والمساكين من وهو صغير. وهو لسه صغير برضه راح التلمذ على ايدين واحد من القديسين، وهو هناك طلب من أبوه كان دايما يحكوا، أبوه الروحي يعني دايما يحكي له على الآباء السواح. والسواح دول إيه بقى؟ أنا عاوز أعرفك كلمة السواح، عشان إحنا عندنا برضو غلطة كده، دايما نقول إيه؟ طبعا فيريني كانت سايحة، هو كرولوس كان سايح، أبونا بشوي كان سايح، ما ينفع أبونا فانوس كان سايح. هم قديسين. كلمة قداسة هي الأشمل. كلمة السايح هو الإنسان اللي خرج للصحراء الجرداء بمزاجه، تاه في الصحراء بمزاجه، ومش هيرجع تاني بمزاجه، ولا يرى وجه إنسان. يعني أرجوكم ما نلخبطش، لما نقول سايح يعني لا يرى وجه إنسان. خلاص؟ تلاقي مثلا القديس الأنبا كراس السايح قعد حاجة أو 50 سنة لم يرى وجه إنسان. الأنبا بولا أول السواح يجي 80 سنة من لم يرى وجه إنسان. قديسة مريم المصرية أو السائحة قعدت حاجة و30 سنة لم ترى وجه إنسان. لا يرى وجه إنسان. ممكن يشوف سواح زيه، ممكن يشوف قديسين، ممكن يشوف القديس اللي هيجي يدفنه أو هيكفنه يعني في آخر حياته، لكن هو ده السايح. فهو كان بيسمع أنبا موسى، بيسمع أو القديس موسى ده كان بيسمع من أبوه الروحي عن سير القديسين والسواح، فاشتاقت نفسه إلى حياة السياحة. وفعلا جه في مرة وطلع في الصحراء وقعد ماشي. لما أقول لك طلع في الصحراء بقى إحنا بنقولها في كلمة واحدة، لكن الحقيقة هي طويلة قوي، يعني اتبهدلوا. فقعد ماشي ورجليه تتقطع من الحجارة، ويجوع ويعطش ويغمى عليه ويرجع تاني، وربنا يفضل سنة سنة لغاية ما يدربه ازاي يعيش في الصحراء ويأكل بقى ايه. ربنا يديله بالنعمة بتاعته ممكن يأكل العشب بتاع البرية، لكن يلاقيه في بقه زي السكر وزي العسل، خلاص بقى، لأن ربنا مديله نعمة زيادة. كويس؟ فده السايح. فالقديس موسى ده حصل معاه كده، ابتدى يكبر في الروحيات وبقى سايح كبير جدا. مين اللي هيحسده؟ تفتكر مين يعني؟ الشيطان طبعا. الشيطان هيتجنن. الراجل البسيط ده، وأنبا موسى ده كان راجل بسيط طلع من قرية مش فاهم حاجة خالص، دخل في السياحة، ابتدى يعلو بس العدو الخير مش عاجبه، فقرر ان هو يأذيه. طب يأذيه ازاي؟ قعد الشيطان بقى، انت عارفين الشيطان يا اولاد مش الشيطان عمره ما يوقع حد من الدور العاشر، ما يزقش واحد من الدور العاشر، لا ينزله على السلالم سنة سنة لغاية ما يجيب أجله يعني. عشان كده ايه، قعد يفصل له حاجة. انت فاكر الشيطان بيحارب كل الناس زي بعض؟ لا، تفصيل يا حبيبي، يفصل لك. يعني يقول فلان ده انا ممكن اوقعه، ده ماسك في ربنا جامد قوي، بس ممكن اوقعه بس 5 سنين كده هجيب اجله خالص. يبتدي يعمل خطة علشان يأذي البني ادم او يبعده عن ربنا تماما بعد 5 سنين. طموح حلو قوي، زود له الطموح بتاعه، خليه ينجح، يكبر، الفلوس تزيد،
يبتدي يكون اكتر، شغله يزيد. ايوه شلناه من الكنيسه، بعدين شلناه من الخدمه، وشلناه مش عارف من مدرسه، وشلناه مش عارف ايه. ايوه كده تمام، هو جاهز للخبط، هيقع على طول. يقوم تلاقيه وقع في خطيه ورا الثانيه ورا الثالثه، وبعد عن ربنا، وهو يقول انا كنت فين من محبتي الاولى، ويسوع يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. هو ده اللي بيحصل يعني. فالشيطان قاعد يفصل للانبا موسى تفصيله كده، قال لك لو ظهرت له هيرشم عليا الصليب، هيجيب اجلي. طب انا احسن حاجه اعمل ايه؟ اظهر له بطريقه مختلفه شويه. فابتدى يظهر كانه شيخ راهب مسن، كانه مسواح هو كمان، بيظهر كده شويه وهو ماشي في الصحراء ويختفي، وشويه تاني يظهر له بعدها بيومين ويختفي. وفضل يعمل كده لغايه ما انبا موسى كان نفسه من عينه الشيخ القديس ده يتكلم معاه. خلاص وصل لاول مرحله. فابتدى انبا موسى يجري وراه كل ما يشوفه لغايه ما جاله. فالشيطان قال له، وطبعا الشياطين مع القديسين بتظهر عيانا، معانا احنا مش محتاجه خالص يعني. ده بتنزل في الشارع بتاعكم مثلا، يلا نكذب يلا نكذب يلا نكذب، كل الناس تكذب، يلا نتخانق، كل واحد يتخانق مع مراته، ولا كل واحد يتخانق جوزها، كلهم يتخانقوا يعني، مش محتاجين يعني. انا بتكلم على واحد سايح. ها الانبا موسى شاف القديس ده من بعيد، كان نفسه منى عيني يكلمه، راح لغايه ما جه في مره الشيطان يعني استناه لغايه ما راح له، فقال له يا ابي انا نفسي اتعرف عليك، ونفسي اخد بركه واتعلم منك حاجه. انا ما بقاليش كتير في البريه غير حوالي 30 سنه بس انا نفسي اتعلم منك. والشيخ الكبير المسن ده مش راضي يرد عليه خالص، قال يعني كانه بيصلي يعني. وانبا موسى ماشي وراه يتكلم معاه ويقول هيكلمني بالتاكيد هيكلمني. وكل ما يجي انبا موسى يصلي الشيطان لا يوجد، كل ما يجي يعمل مطنيات الشيطان لا يوجد، كل ما يقول اسم ربنا الشيطان لا يوجد. لكن انبا موسى مش قادر يدرك ولا يعرف اللينك الكونكشن بينهم، يعني ان هو لما بيصلي ده بيختفي او بيبعد او بيبقى مش موجود. فقال له يا ابي بعد كام يوم كده، يا ابي وانا كل ما اجي اصلي ما بلاقيكش ليه؟ قال له اصل انا في البريه بقالي سنين طويله جدا وانا ما بحبش احضر صلاه مع حد، انا بحب اصلي لوحدي، وصلوات لي طريقه خاصه في الصلاه وكده. فارتبط بيه اكتر وحبه اكتر. ياه ده راجل قديس بقى وسايح من سواحب كبار قوي وبيصلي على طول، ده انا نفسي فعلا ابقى كده مع واحد زي ده. فابتدى يمشي وراه اكتر وكده. المهم الشيطان سنه ابتدى يصاحبه. قال له يا ابي طب احكي لي قصتك. قال له انا كنت من الناس العظماء جدا جدا جدا، وكنت غني جدا، وكان عندي فلوس كتيرة خالص، وبعدين الحقيقة مشيت في الشر وبعدت عن ربنا خالص، وبقى عندي أطفال كتيرة قوي من خطية الزنا، وبعمل كل الموبقات والشرور اللي في الدنيا، ولكن ربنا لمس قلبي واتغيرت، فقررت ان انا اسيب الدنيا كلها، ورحت قعدت في واحد من القصور اللي هي كانت عندي وكان بعيد شوية عن المدينة، وتوحدت وقعدت فيها أصلي، وهوري لك القصر ده نروحه سوا وهتشوفه. وفعلا خدوا سنة فجأة لقى في الصحراء قصر جميل كده كبير قوي. فراح دخل قال له يا ابني انت ممكن تقعد مكاني هنا وتصلي وتتعبد لان ربنا قبل صلواتك بس خليك مكاني. فهو بيزوروا القصر وبيفرجوا، والراجل طبعا ده راجل غلبان فقير يعني اصلا من قرية، لما شاف القصر ده انبهر جدا وانبهر بكل حاجة فيه. وشوية ولقى حد زي بيعدي كده، فقال له ايه ده في حد تاني في القصر، ده في حد تاني في القصر. قال له يا ابني ما انا ما كنتش عاوز اقول لك الا لما يعني انت تشوف القصر بنفسك وتشوف. انا قلت لك ان انا كان عندي ولاد كتيرة قوي من الزنا، فبعد ما توحدت جات لي واحدة من اللي انا كنت غلطت معاهم وقالت لي انا في بطني بيبي منك ولازم تاخده، انا هعمل بيه ايه وكده، وولدت البيبي وسابته ومشي، وطلع البيبي بنت جميلة جدا. انت هتشوفها ما تخافش منها، دي بنت حلوة خالص، وانا مربيها في خوف ربنا ومش عارف ايه وكده.
وشوية وجاب له البنت وعرفوا عليها واتعرف على البنت ولقاها جميلة، والشيطان قعد يقول له أنا عاوزك تتجوزها لأن أنا بعد ما همشي أنا خلاص فاضل لي أيام قليلة وأموت، وأرجوك تاخد بالك منها وتتجوزها. قال له لا، أتجوز إزاي؟ أنا عايش لربنا وعايش لربنا بس. وابتدى قال له تعالى نمسك الكتاب المقدس ونشوف إن القديسين اللي كانوا عايشين لربنا كانوا متجوزين برضه، ربنا ما بيكرهش الجواز يعني. شوف إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا أغنياء وكانوا متجوزين وربنا قبلهم، ولما حد بيموت بنقول يدخلوا في يعني أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب سواء متجوزين ولا مش متجوزين، فالجواز مش خطية وربنا قايل كده، وابتدى يثبت له من الكتاب المقدس. وطبعا الشيطان خبير كتاب مقدس، بتقول لي أنت حافظ آيات؟ لا، هو حافظها من جلد لجلد. فقعد يقنعه، فالراجل بسذاجة الأنبا موسى زي ما قلت لكم كان بسيط جدا، فلقى الكلام معقول، وهو طبعا ما فيش دارس ومش دارس قوي وكده، فالشيطان قدر يقنعه فوافق. فقال له خلاص حط ايدك في ايدي وخلاص، انت اتجوزت البنت دي، وحطوا ايديهم في ايدين بعض وخلاص. وبعديها بيوم الشيطان قال له انا هموت، تعالى تفني ومش عارف ايه. وشكله كأنه مات يعني، فحطه في المدفنة اللي هو قايل له عليها، ورفع الستر علشان يغطيه. فهو بيعمل كده طلع من تحت الستر ريح قوي جدا جدا جدا، هوا جامد قوي، وقعت الأنبا موسى على ظهره، وزي دخل في يعني دخ شوية أو في غيبوبة شوية. فتح عينيه لقى لا في قصر ولا بنت ولا أي حاجة، فعرف إن الشيطان ضحك عليه وقال له إن أنت اتجوزت واحدة. هو طبعا ما اتجوزش ولا حاجة، بس هو كونه إنه وافق على الجواز أو خلاص إنه هو حس إن هو الشيطان ابتدى يلعب على دماغه بقى، وقال له يا عيني عليك كده وافقت تتجوز كده بعد ما كنت متوحد وقديس وسايح. جه ياكل بقى من العشب البرية تاني، لقى طعم وحش قوي، وراحت النعمة منه بسبب إن هو ما كانش حكيم كفاية إنه يعرف إن الشيطان بيضحك عليه. فابتدى يفكر طب هعمل إيه؟ طب إزاي هعيش في الصحراء تاني؟ الحيوانات ابتدت تخاف مني وأنا بقيت أخاف من الحيوانات تاني، أنا هبدأ من أول وجديد. من 37 سنة كنت بدأت وابتدى يفكر جامد جدا. فقال أحسن حاجة أروح لأقرب مدينة أجيب منها أكل وأجي أقعد عشان هلاقي أكل شوية ولا حاجة. وبسرعة الشيطان قال دي فكرة حلوة، وشوية ولقى قافلة ماشية أنبا موسى، والراجل صاحب القافلة بيقول له أنت رايح فين وجاي منين وبتاع. فقال له لا أنا عايش هنا في الصحراء وعاوز أنزل العالم، بفكر يعني عشان أقرب بلد يعني كده. قال له كويس تعالى معايا أنا ممكن أخدك وأوصلك. وفعلا خده وقعدوا يتكلموا مع بعض وحكى له حكايته. فقال له ما ده طبيعي، ما فيش حد دلوقتي بيتوحد غيرك يعني، ما فيش توحد ولا كلام من ده، الناس كلها بتتجوز والجواز ده كويس ومش عارف ايه وكده. وقعد يشككه في ايمانياته كلها، ووصله لغايه بلد وقال له اقعد جنب البير بتاع البلد ده، في وسط البلد او جنب البير هتلاقي حد من البلد يجي ياخدك ويستضيفك، ويبقى الصبح خد منهم بقى الاكل وكده. شويه وجات له واحده ست تانية جميله قعدت تتكلم معاه، انت رايح فين وايه اللي مقعدك كده؟ لا تعالى عندي البيت، مش هسيبك لوحدك كده في البلد. فراح عندها البيت، جملت نفسها اكتر وقعدت تحكي معاه وقعد يحكي لها حكايته، جابت له اكل وميه وغسلت رجليه واهتمت بيه خالص وكملت عليه، وقعدت تقول له انا غنيه جدا ومش عارف ايه، انت خلاص لدام راحت القداسه منك فانت مش هتقدر ترجع تاني، انا شايفه انك لدام جيت لغايه العالم اتجوزني وانا هبقى خدمتك بقية عمرك وهساعدك واللي انت عاوزه اعمله ومش عارف ايه. وصدقها المسكين الانبا موسى. قالت له بس في حاجه واحده بس يعني، الديانه بتاعتي مش هي المسيحيه وانا يهوديه، وانت لازم تقبل اليهود لان المسيحيين خلاص كلهم رجعوا بقوا يهود. في الفتره اللي انت كنت في الصحراء ما بقاش في مسيحيين تاني، مفيش الا انت، فانت لازم ترجع. وقعدت تبين له من الكتاب المقدس برضه، عشان كده بقول لكم الشيطان بيستخدم الكتاب المقدس كويس قوي ساعات ضدنا يعني. المسكين الساذج ده قبلها ووافق وانكر مسيحه
وقالت له تعالى اوريك اهلي هم موجودين في الحته الفلانيه واديك كل نتجوز واديك كل اللي حيلتي وكده. ففضل ماشي وراها، دخلت في الصحراء، فضل ماشي وراها، طلعت جبل، فضل ماشي وراها، طلعت فوق الجبل. هو تعب جدا بقى، هي ما بتتعبش خالص وهو تعبان يعني. فبعد ما طلعت الجبل وهو تحت في سفح الجبل وفي حته مقطوعه خالص، قالت له يا موسى يا مسكين، انت مش قادر تفهم، وسذاجتك هي السبب اللي ضيعتك. على فكرة انا الشيطان اللي قبلك وجوزك بنت وانا ما عنديش بنت ولا حاجة، ووراك قصر وانا ما عنديش قصر ولا حاجة، وانا الشيطان اللي خدك من البرية عشان اجيبك العالم، وانا الشيطان اللي خدك من البيت لهنا عشان تنكر مسيحك، فانت انكرت مسيحك وضيعت بتوليتك كل حياتك ضاعت. انت مالكش امل خالص في الدنيا، انت ربنا نبذك تماما، بيكرهك جدا بسبب اللي انت عملته. بعد اللي عمله لك كل حياتك انت قدمت لربنا اسوأ ما عندك، فانت مالكش اي رجاء ولا اي امل، وهتموت في الصحراء دي يأسان ومالكش اي دخول للسما خالص. واختفت وهي بتضحك، او الشيطان اختفى وهو بيضحك، واترمى القديس الأنبا موسى في الصحراء يبكي بدموع مرة. ازاي الشيطان ضحك عليه 3 مرات وضربه الضربات دي كلها، وقعد قال له يا رب انا عارف ان انا هموت في وسط الصحراء دي، فانا موافق اموت بس وانا تايب، ارجوك تقبل توبتي، ارجوك تقبل اعترافي، انا ما كنتش كويس وما سألتكش في أي حاجة، أنا يعني على قوتك لا تعتمد، أنت قلت يا رب وأنا اعتمدت على نفسي واعتمدت على حكمتي ومعرفتي وأنا ما كنتش فاهم حاجة، فاغفر لي. وقعد يبكي بكاء مرا، وقعد في الصحراء أيام وأيام وشهور وسنين يبكي ومش قادر يقول له يا رب لا يعني خدني بس أرجوك تقبلني في ملكوتك، لأني أنا عارف إن رحمتك واسعة جدا. وإله الحب إله الشيطان ب3 رجلين وبيقول بلا بلا بلا. الصليب ما اشتغلش. هو ده كان الشوك بتاعي أو الصدمة بتاعتي أنا، إن الصليب ما اشتغلش. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات آيات وحكايات. هحكي لكم حاجة حصلت معايا وأنا صغير، وأنا بقولها للصغيرين عشان يسمعوا كلام أهاليهم ما يعملوش زيي، والكبار عشان ما يبقى عندهم إيمان، ومش أي حاجة يصدقوها ولا مخاوفهم يصدقوها. زمان وأنا كان عندي 10-11 سنة تقريبا، سمعت إن في كنيسة هتدشن، وتدشين الكنائس كان بيبقى نص الليل. يمكن لغاية دلوقتي بتسمعوا إن في لما الكنائس تيجي تدشن بيبقوا في نص الليل يعني. فأنا رحت قلت لوالدتي يعني ربنا ينايح روحها، قلت لها أنا عاوز أروح أحضر في كنيسة تدشنها يعني، وكانت كنيسة اسمها كنيسة الملاك. فأول مرة أمي تقول لي لا ما تروحش. إيه؟ ليه؟ قالت لي لا الكنيسة دي لا. قلت لها ليه يا ماما؟ دي كنيسة حلوة وأنا سمعت عنها أنها كويسة ولسه بتتبني، وأنا هبقى مبسوط إن أنا أحضر التدشين. التدشين يعني سيدنا يجي بنفسه يدهن الأيقونات والحيطان بزيت الميرون فيقدس ويخصص المكان لربنا، يعني هو ده التدشين، التخصيص أو التكريس. فالتكريس بيبقى الصبح بس، بيفضلوا طول الليل يصلوا الشمامسة والأبونات لغاية ما يجي سيدنا الصبح يقدس أو يخصص أو يكرس الكنيسة ويدشنها. فهي قالت لي لا ما تروحش. ليه يا ماما؟ لا عشان خاطر أنا لازم أروح وبتاع. قالت لي حبيبي الكنيسة دي بس بعيدة شوية. قلت لها لا مش بعيدة ولا حاجة، يعني تقريبا نفس المسافة بتاعت كنيستنا أو أبعد شوية، وأنا ما بخافش من حاجة يعني. قالت لي لا بس أصل الكنيسة دي بصراحة يعني ممكن فيها حاجة وانت رايح ممكن تشوف حاجات تخوفك. يعني ايه تخوفني؟ انا ما بخافش من حاجة، انا مؤمن بالمسيح، وبعدين حتى لو في حاجة بتخوفني يعني هصلي. فقالت لي بلاش دي عشان خاطري، بلاش دي.
قلت لها يا ماما انا مش بخاف لا من كلاب يعني سرحانه بالليل كده، ولا من قطط، ولا من اي حاجه، انا ما بخافش من حاجه يعني. فقالت لي لا، الحقيقه الكنيسه دي انت لازم تعدي على المدافن كلها لغايه ما توصل للكنيسه، فانت هتمشي في المدافن في نص الليل لوحدك؟ لا طبعا، حاجه تخوف، انا اخاف عليك. قلت لها بس انا مش هخاف، هيكون ايه فيها ايه؟ فيظهر مع ذني كتير قوي. قالت لي ساعات الشياطين بتقعد في الاماكن الخاربه، فممكن يبقى فيها شياطين. هي بتقول لي بقى كده عشان بتقول لي الحقيقه او بتخوفني، وما فيش، انا ما همنيش. قلت لها يعني ما انت علمتيني ان انا لو شفت اي حاجه تخوف هرشم الصليب هتروح على طول، ايه المشكله يعني؟ حتى لو 100 شيطان جه هرشم عليه الصليب هيروح، هيختفي. فالمهم مع زني كتير، وانت عارفين بقى لما واحد يقعد يزن ورا امه كده طول النهار يعني، فهي زهقت، قالت لي شوف انا مش عاوزاك تروح، لكن انت حر. انا حر يبقى هروح. رحت واخد التونيا بتاعتي في نص الليل وقافل الباب ايه بالراحه كده، وماشي مش رجيع ولا بخاف من اي حاجه. المدافن في مصر مش عارف ليه عاملينها كده عشان يخوفوا بيها الناس حتى بالنهار يعني. تلاقي مبنى كبير ومبنى صغير ومبنى تخين ومبنى رفيع، وكأنهم حاجات بتتحرك يعني، وخصوصا بالليل. المدافن طبعا بره لو تروحوا تشوفوها هتلاقوها كلها زي بعض كده، تقريبا زي بعض، بس حجر كده رخام فوق كل مقبرة، وتلاقوا ورد بقى وجناين وبتاع. لكن في مصر هي من غير شياطين خالص ممكن تخوفك يعني. فالمهم انا قلت ايه، ما بخافش، امشي وخلاص. في نص المدافن لقيت شيطان جاي عليا ب3 رجلين خشب، وانا شايف بيمشي بطريقه غريبه كده يعني. قلت شوف بقى شيطان ب3 ب4 مش هيفرق معانا. باسم الاب والابن والروح القدس، باسم يسوع المسيح بقول لك ابعد، قرب. باسم الاب والابن، باسم يسوع المسيح بقول لك ابعد، قرب تاني. كل ما ارشم عليه الصليب عشان يبعد يقرب. هو ايه اللي حصل؟ الصليب بتاعي مش راضي يشتغل ليه؟ ده ميدن ايه بقى؟ مش عارف يعني، مش راضي يشتغل خالص. فالمهم قعدت ارشم عليه الصليب وهو يقرب 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 لغايه ما جه فوقيا. انا بقى من كتر الرعب اللي انا كنت فيه قعدت على الارض وعمال ارشم لسه عليه الصليب كده، وببص له وارشم عليه الصليب بكل يعني مرعوب، ما فيش فايده. هو بقى يعني كان زي صوابع طويله ولا مش عارف ايه، حطها في وشي كده وقعد يقول لي بلا بلا بلا. يا نهار ابيض، الحمد لله ما جاليش هارت اتاك، ولا كنت هتنيح في الوقت ده يعني. وقلت يا ريتني كنت سمعت كلام ماما، بس ايه، انا اللي حصل بقى. هو قعد يقول لي بلا 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 شويه كده، وبعد كده ايه اختفى في الضلمه تاني. اول ما قدرت اتنفس تاني رحت واخد التونيا بتاعتي وهاتك يا جاري باك. رجعت تاني على البيت، بدل ما اكمل على الكنيسه رجعت على البيت، ودب دب دب. امي صحت من النوم، تعالى حبيبي ايه اللي حصل وبتاع. قلت لها الشيطان ب3 رجلين وبيقول بلا بلا بلا. الصليب ما اشتغلش. هو ده كان الشوك بتاعي او الصدمه بتاعتي انا، ان الصليب ما اشتغلش. فامي ما فهمتش ايه اللي حصل، فقالت لي ما عشان انت ما بتسمعش الكلام، اللي ما يسمعش الكلام يحصل له كده. تعالى. وصلت معايا وصلينا ونمت جنبهم في الليله دي ومش عارف ايه. والصبح كان يوم حد خدتني للكنيسه، ابونا يوسف اسعد الله يناح نفسه واخدني في حضنه وقعد يصلي لي، وصلينا القداس وكده، وقال لي بسمع كلام ماما. حاضر. وخلص على كده. كان ابونا كتير قوي يعدي علينا بالعربيه، يعدي عليا بالعربيه يديني كلاكس. كان عنده عربيه بولكس حمرا كده لذيذه قوي، انزل فيها انط على طول، وبعدين اساله رايحين فين. فرحت ناطط في العربيه ابونا رايحين فين؟ قال لي هتعرف دلوقتي. ابونا كده كان جميل وعارف في تلمذه كده يعني. فقلت له جوازه؟ قال لي لا. جنازه؟ قال لي لا. قلت له ايه، حد عيان هندهنه بالزيت؟ قال لي لا، هتعرف دلوقتي.
قلت له مشكله عائليه بقى ولا ايه؟ قال لي لا. هنا ما رايحين فين؟ قال لي رايحين المدافن. لا، كنت هنط من العربيه من الرعب. مدافن ايه ده؟ أنا لسه من اسبوعين كنت هيجي لي شلل فيها يعني. قال لي ما تخافش، انا معاك والدنيا بالنهار، فانا معاك عشان عاوز اوريك حاجه مهمه. رحت هناك المدافن، ورحنا لغايه الكنيسه. فراح ابونا سال على حد عشان يجي. طلع مين؟ الشيطان ابو 3 رجلين. لان اللي انا شفته في المدافن ده ما كانش شيطان، ده كان الراجل